سلام، حلقة جديدة من برنامجكم تانيتاس شوية وش مع دكتورة مي نجيب. سلسلتنا اللي احنا شغالين فيها هي عن أنواع الأبوة الأمومة. أنواع الأبوة الأمومة دي مهمة جدا عشان نربي أولادنا ونعرف احنا بنربيهم ازاي. أنا شايفة ان السلسلة دي نالت إعجابكم، أشكر ربنا. وهنكمل معاكم النهاردة الأبوة الأمومة المعتمدة أو المتزنة. الأبوة الأمومة المتزنة هي الوسط بين الأبوة السلطوية والأبوة المتساهلة. الأبوة السلطوية لو فاكرين هي أبوة بتعمل حدود شديدة وقواعد شديدة والتزامات طول الوقت وحزم كبير، وفي نفس الوقت مش بتقدم دفء ولا مشاعر أبدا. والأبوة المتساهلة بتعمل العكس تماما، هي ما عندهاش أي نوع من القواعد أو الحدود، لكن بتقدم مشاعر طول الوقت. الأبوة المتزنة هي الوسط بينهم، إن هي بتقدم حدود وقواعد ويعني instructions أو boundaries كتيرة موجودة بين للطفل وواضحة قوي للطفل، وفي نفس الوقت فيها حب ومشاعر ودفء طول الوقت. الأبوة المتزنة عندها حاجة تاني مهمة جدا، هي ايه؟ الأبوة المتزنة بتبقى عبارة عن قوة الدفع اللي بتدفع الطفل للأمام. يعني ايه قوة الدفع اللي بتدفع الطفل للأمام؟ يعني ازاي أخلق أنا كبابا وماما قوة دفعية عند الطفل، بحيث ان هو يؤدي مهامه ويبقى عنده طموح ومشاعر إيجابية وقوة ان هو يواجه مشكلاته. دي حاجة مهمة جدا، وهنعرف ازاي بابا وماما بيعملوها. بجانب ان الأبوة الأمومة المعتمدة بتقدم تشجيع واهتمام للطفل جدا. الكلمة المحورية لبابا وماما او مفهوم بابا وماما عن الأبوة والأمومة هو ان ابني شخصية كاملة، ومن حقه يلاقي كل اهتمام ويكون له أحلامه وطموحاته وأفكاره اللي أنا بدعمها وبحاول أكتشف إمكانياته. يعني بابا وماما دايما شايفين ابنهم قوة وشخصية مستقلة تقدر تكبر لوحدها، وإحنا عايزين نكبره لوحده. الأبوة والأمومة المتزنة أو المعتمدة، بابا وماما عندهم قدرة كبيرة إن هم يسمعوا الطفل في كل حاجة، أحداثه ومشاعره وأفكاره، من غير ردود فعل عنيفة أو من غير انتهار أو أحكام مسبقة أو رفض أو عدم اهتمام منهم للي هو بيقوله، حتى لو كلام يبدو لينا إن هو بسيط قوي مش محتاج للسمع. لا، كل حاجة بيقولها ابني محتاج إن أنا أسمعها. الحاجة المهمة قوي كمان للأبوة والأمومة المتزنة أو المعتمدة إن بابا وماما بيساعدوا ولادهم إن هم يخرجوا من الكومفورت زون، المنطقة الأمنة بتاعتهم. يعني البيت اللي بيقدم أبوة وأمومة معتمدة دايما بيكون بيت دافي، الطفل بيحب يكون موجود فيه. وعشان كده بابا وماما دايما بيشجعوهم ان هم يخرجوا ويواجهوا حياتهم ويختاروا. يعني مثلا هنخرج، ابني هيختار جامعة جديدة او مكان جديد، لا هو مش هيختار الجامعة القريبة من البيت اللي هو هيبقى قاعد فيها معايا، لا هو عنده استعداد يخرج من الكومفورت زون بتاعته اللي هي البيت او الاصحاب او المدرسة، او ويخرج لمكان تاني جديد عشان يتعلم فيه، عشان يحقق حلمه، عشان يكبر درجة اكبر. وده بيخليه بابا وماما يقدروا يشجعوه ان هو ما يستسلمش لمنطقة الراحة بتاعته. دي من اهم صفات الأبوة المتزنة او المعتمدة. طب ممكن ندي امثلة على الأبوة المتزنة او المعتمدة؟ أمثلة الأبوة المتزنة والمعتمدة هنتكلم عنها في واحدة في الطفولة وواحدة في الشباب. يعني مثلا في الطفولة احنا قررنا كبابا وماما ان احنا هنمضي اليوم مع أولادنا في عند تيتا وجدو، وقبل ما ننزل ابتدينا نحط القواعد بتاعتنا في اليوم شكلها ازاي. فاتكلمنا مع أولادنا احنا هنمضي اليوم عند تيتا وجدو، مش عايزين حركة كتير لأن تيتا وجدو مثلا تعبانين،
مش هنطلع العجلة، مش نلعب مثلا بألعاب بتطلع صوت كبير، بيانو أو حاجة زي كده. احنا هنعمل ألعاب واحنا قاعدين، أو هنحكي حكايات، أو ده شكل وسمة اليوم. أو مثلا هنقعد مع تيتا شوية، هنحكي مع تيتا، هنحكي مع جدو. يبقى احنا حطينا القواعد. لو خالفنا القواعد دي هنعمل ايه؟ هيبقى الوضع شكله ايه؟ هو ده اللي احنا هنتفق عليه. يعني الطفل بيبقى نازل رايح عند تيتا وجده، هو عارف هو عليه ايه، واجباته ايه، وايه العقاب اللي هيجيله لو هو ما نفذ الحاجة. يبقى انا كده التزمت، انا اديت دفء كبير وحب كبير، وانا بدي التعليمات، لكن في نفس الوقت وضحت التعليمات كويس قوي، ووضحت ايه اللي هيحصل لو احنا ما نفذناش التعليمات، وكل ده بحب. وكمان قلت اسباب القواعد دي ايه علشان الطفل يبقى فاهم. المثال التاني لطفل كبير واحنا ابتدى يفكر في ان هو يشتغل في مكان او يروح لجامعة، وابتدى يواجه حياته بره الكومفورت زون او مكان منطقة الراحة بتاعته. بعدين اكتشف ان الطفل مثلا عنده نوع من القلق. انا كبابا وماما معتمد او متزن، واجبي مش ان انا اشيله الحاجة اللي هو قلقان منها، لا، ده انا بقعد احكي معاه واحكي عن اسباب شعوره بالقلق ايه، وايه الحاجات المتاحة قباله ان هو يعملها، ازاي المواقف يختار مواقفه ازاي. يبقى انا بفرد كل المشكلة قدامه، كل اسباب قلقه، وازاي ممكن نحلها، وازاي ممكن نتفاعل معاها، بحيث اني اخلي هو ياخد القرار. انا ما باخدلوش قرار، هو بياخد القرار وبيتحمل نتيجته. يبقى انا كده بعمل ايه؟ بس بحلل المشكلة اللي معاه، وفي نفس الوقت انا بديله احساس بان انا حاسة بقلقه، مدركة تماما مشاعره، فهماها، متفهماها. لكن تعالى نحل مع بعض، ونقعد نفرد المشكلة كلها ونحللها حتة حتة لغاية ما نساعده ان هو ياخد قرار. انا ما باخدلوش القرار. طيب ناتج الشخصية دي هيكون ايه؟ ده اللي هنحضره في الفيديو الجاي. ازاي ناتج الشخصية اللي طالعة من الأبوة المعتمدة ايه، وكمان ازاي انا كبابا وماما ابقى اب وام معتمدين. اعمل سبسكرايب علشان يجيلك الفيديو اللي جاي.